نصل إلى الصفحة 46. صفحة لا يميزها. Iyık Mekke'den gelgen tarihi jеңиш. 133 mamleket, 334 katışıcı, 2 baygeliği orun. Kırgızistan. Saud Arabiyanın Iyık Mekke şahrında ötkön Padişah Abdülaziz atındağı 46-cı el aralık Kur'an konkursunda Kırgızstandın atынан çıkkan Qasiyev Abu Bakr Rasul Qari düynönün mıqtı Kur'an qarılar menen güç sınaştı. Жыйынтыгында Qasiyev Abu Bakr Qari 30 parаны 7 qıraat menen okup берүү багытында 3-cü orundu ээледи. Айрыкча 7 qıraat багыты Kur'anды окуунун терең илимин, tajviddi жана qıraat erежелерин жогорку деңгээлде өздөштүрүүнү талап кылган багыт. Ошол эле учурда дүйнөлүк таймашта 133 мамлекеттин 334 катышуучусунун арасынан аталган багытта 3-чү орунда алуу Кыргызстандын Кур'ан илиминдеги аброюн дүйнөгө тааныткан тарыхый чоң жетишкендик. Албетте, бул ийгиликтин артында устаттардын жылдар бою берген билими, ата-эненин колдоосу, түнкү дубалар жана Куранга болгон өзгүлтүксүз эмгек турат. Жараткан Аллах Таала Куран жолундагы кызматтарын кабыл кылып, илимдерине береке жана мындан ары да ийгиликтерди насип кылсын. Кыргызстандын Куран дүйнөсүндөгү дагы бир жаркын жеңиши Меккеден. وندعو المتسابق قاصيف رسول تالنت بيكوفيتش من جمهورية قرغيزستان في الفرع الأول. السؤال الأول: اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري من قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس
وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الثاني: اقرأ برواية خلف عن حمزة الكوفي بالسكت على الساكن المفصول من قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين السؤال الثالث من أسئلة الرواية: اقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي من أول سورة الحجر. برواية البزي عن ابن كثير المكي من أول سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما
تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. السؤال الرابع من أسئلة الرواية: اقرأ برواية هشام عن ابن عامر الدمشقي من قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما يذكرون
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته آإله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بل هم منها عمون. السؤال الخامس والأخير من أسئلة الرواية. اقرأ برواية ورش عن نافع المدني بتوسط مد البدل من قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم
اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. انتهت أسئلة الرواية، وننتقل الآن إلى أسئلة الدراية. السؤال الأول: من أسئلة الدراية، في شرح قول الناظم ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، ذكر الشارح ابن القاصح وجهين في رواية قول الناظم ذكر الحرف، فما هما الوجهان؟ وجه الأول هو إضافة الذكر إلى ياء الإضافة ذكري ومع نصب حرف. الوجه الثاني إضافة الذكر إلى الحرف، يعني ذكر الحرف بدون ياء. السؤال الثاني من أسئلة الدراية في القراءات: أكمل من قول الناظم رحمنا الله وإياه البيت التالي وثلاثة أبيات بعده وتؤويه أخف بهمزه. قال الناظم رحمه الله: وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا ومؤصلة أو صدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا. السؤال الثالث من أسئلة الدراية: ذكر الشارح ابن القاصح في شرحه لأحكام إمالة الثلاث الماضي ذكر استثناءات احترز منها الناظم عند ذكره لأحكام إمالة الثلاث الماضي. اذكر هذه الاستثناءات. قال ابن القاصح يعني هو لفظ زاغت التي في سورة الأحزاب لا إمالة فيها عند حمزة. وماذا أيضا؟ وكذلك
إذا كان الفعل رباعي نحو أزاغ الله قلوبهم لا إمالة فيها أيضا، يعني هو قيد الفعل الماضي. السؤال الرابع من أسئلة الدراية في القراءات: بماذا فسر الشارح ابن القاصح قول الناظم وحذفهما للمازني عد أعدلا؟ ذكر ابن القاصح رحمه الله يعني حذف الياءين في كلمتي أهانا وأكرما عد أعدل، يعني عد أحسن لأنهما رأس آيتين، وهو يعتمد الحذف في رؤوس الآيات، يعني روي عنه الإثبات في حال الوصل أيضا، لكن الحذف أولى كما ذكر الناظم رحمه الله. السؤال الخامس من أسئلة الدراية: ما هو الشاهد من أبيات أبواب الأصول على مذهب ابن كثير المكي في الوقف على قوله تعالى يا أبت؟ قال الناظم رحمه الله: وقف يا أبه كفءا دنا. السؤال السادس من أسئلة الدراية: في فرش أي سورة ورد الشاهد من الشاطبية على موضع سورة العنكبوت إنا منجوك وأهلك؟ وما هو هذا الشاهد؟ ورد تحت سورة فرش الحجر، حيث قال الناظم رحمه الله: منجوك صحبته دلا. السؤال السابع: من أسئلة الدراية: من قرأ بالياء المضمومة ورفع مساكنهم في قوله تعالى لا يرى إلا مساكنهم؟ أعيد السؤال ممكن. في قوله تعالى لا يرى إلا مساكنهم، من قرأ بضم الياء يرى وبالرفع في مساكنهم؟ قرأ عاصم وحمزة. السؤال الثامن من أسئلة الدراية: اذكر الشاهد من أبيات الشاطبية على القراءات الفرشية الواردة في قول الله تعالى قال أتحاجوني في الله. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا. نعم. السؤال التاسع من أسئلة الدراية: أكمل من قول الناظم رحمنا الله وإياه 3 أبيات مع هذا البيت: وتسألني خف الكهف ظل حما. وها هنا قال الناظم رحمه الله: وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثملا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما لثمود نونوا واخفضوا رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا. السؤال العاشر والأخير من أسئلة الدراية في القراءات: ذكر الشارح ابن القاصح
توجيه من قرأ بفتح الياء في قوله تعالى مصرخي، فما هو توجيه من قرأ بفتح الياء؟ من قرأ بفتح الياء كان أصل الكلمة يعني كان ياء الجمع ساكنة ولقي بياء ساكنة التي هي الإضافة، ثم فتحت لالتقاء الساكنين، وهذا أولى لأنها أصلها. بينما فاز في المركز الثالث في الفرع الأول قاسييف رسول بيكوفيتش من جمهورية قرغيزستان بمبلغ 400,000 ريال.